في رمضان اللي فات ده طلع مقرئ كان من الازهر بدأ يقرا بطريقه مختلفه، فالعبس وتولي، فناس استغربت ايه القراءه اللي انت بتقراها دي؟ احنا عارفين عبس وتولى. فاحنا عندنا في القرآن الكريم في 10 قراءات، وهي علم يبحث في كيفية قراءة القرآن الكريم، كيفية الترتيل مع اختلاف ناقلي، بس لو بصيت للقراءات لا تخل بالمعنى. فاحنا عندنا رواية حفص عن عاصم، رواية ورش، رواية نفع، رواية قالون، روايات. طيب علم القراءات ظهر امتى؟ قال لي نتيجة دخول أجناس مختلفة في الإسلام، لما بدأت تبقى حضارة متنوعة في أعراقها، فبدأوا يختلفوا في كيفية القراءة. يعني بتوع العراق وبتوع دمشق، يبقى علم يبحث في كيفية ترتيل آيات القرآن الكريم واختلافها منسوبا لناقلي. وظهر مع دخول أجناس، مهمة الحتة دي، متعددة في الإسلام حرصا على سلامة الآيات. يبقى علم القراءات مرتبط بالتوسع، علم القراءات مرتبط بالفتوحات، علم القراءات بيقول لي إن الحضارة الإسلامية متنوعة في أعراقها.